أنا الزعيم. جيسوس يكشف عن سر سعادته الاستثنائية مع الهلال. الهلال يحقق عدة أرقام قياسية بعد التتويج بالدوري الذهبي. السلام عليكم. إذا كنت من مشجعي نادي الهلال وللمرة الأولى تشاهد قناة كارت أخضر، فضلا ليس أمرا اشترك في القناة ليصلك كل جديد. إليكم التفاصيل. قال جورجي جيسوس في تصريحات تلفزيونية: لقد حرصنا على إنهاء آخر مباراة في الدوري بالانتصار من أجل الحفاظ على المسيرة الاستثنائية بالمسابقة بعد الوصول إلى 96 نقطة وإنهاء الدوري بدون خسارة. وأضاف المدرب البرتغالي: مررت بالعديد من لحظات السعادة خلال مشواري التدريبي مع الأندية، لكن سعادتي رفقة الهلال كانت أكثر من رائعة، خاصة هذا الموسم الاستثنائي. وأوضح جورجي جيسوس: غضبي في بعض أوقات المباريات يأتي بسبب مشاعر الشغف والرغبة في تنفيذ كل التفاصيل من قبل اللاعبين، لأنها هذه طبيعة شخصيتي المليئة بحب النجاح والنظام، لكن خارج الملعب أنا شخصية مرحة. وكان نادي الهلال أصبح أول فريق يحقق الدوري السعودي برصيد 96 نقطة وأكبر عدد انتصارات، التي وصلت إلى 31 مباراة بعد تسجيل 101 هدفا كرقم قياسي. وأصبح نادي الهلال أول فريق يحقق أكبر عدد في النقاط بتاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 96 نقطة خلال 34 مباراة بحسب ما نشرته جريدة الرياضية. ويعتبر نادي الهلال أكثر فريق تحقيقا للانتصارات في نسخة واحدة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 انتصار، وكذلك أكثر فريق تسجيلا للأهداف 101 هدفا كأقوى هجوم هذا الموسم، وهو أيضا أقوى دفاع بعد أن اهتزت شباكه 23 هدفا فقط. بينما يتربع نادي الهلال على عرش التسجيل في 36 مباراة ببطولة الدوري السعودي كرقم